اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نشوف لما يكون عندنا خضار مشكل نعمل بيه ايه. نعمل بيه الطبق الجميل ده، وصحي ومفيد جدا، وينفع للأولاد والكبار وكل وقت. يعني بصراحة يعني اللي هي ايه، اللي الأطفال ما بيحبوش فيها أو ولادها مش بيحبوا الخضار. تعالوا نقول نعمله ازاي. بصوا شكله جميل تحفة، مع شوية رز أبيض، شوية رز بشعرية، زي ما تفضلي. وينفع كمان اللي عاملين حمية غذائية ياكلوه كده من غير أي حاجة، مشبع جدا وحلو جدا. يلا تعالوا نشوف. يلا نبتدي. طبعا هنا اللحمة بتتسلق معانا، وشلنا الريم بتاعها، وبنضيف عليها البصلاية وربع في حبهان مطحون، على ربع فلفل أسمر، على بصلاية. أنا بحاول أقول يا جماعة التوابل بالظبط عشان الناس اللي ايه عاوزة تعرف. شفتوا بقى ده هنا ايه، يعني ما كانش عندي غير بدنجانية واحدة على جزرتين على بطاطستين، عملنا بيهم العظمة دي. ونص فلفل احمر اللي كان باقي عندي برضو قطعته. هنا البدنجان طبعا قطعناه مكعبات كده، وضفنا عليه شوية ملح، وهنسيبه على جنب كده. دي كان بدنجانية واحدة، وقلت لا مش هسيبها طبعا تبوظ، لازم ناخدها. وهو مفيد جدا يا جماعة، وكمان ممكن تضيفيه جوه الخضار الولاد ما يشوفوش اللي هو ايه بيهربوا منه. جهزنا الخضار بتاعنا وقطعناه. هنا كزبرة وبهارات وسماق وفلفل اسمر وبابريكا وملح. كل حاجة نص معلقة ما عدا الملح معلقة كاملة. تمام. شوحنا البصل بمكعب زبدة، مش اكتر من كده، احنا عايزينه صحي جدا. وشوحنا نشوح كل الخضار. ودي ورقة زعتر فريش قطعتها معايا كده تدي نكهة. وهنضيف عليها بقى ايه، بصوا البدنجان منزل المية السمرة بتاعته دي كده. وهنا البهارات ضفناها عليها بالظبط، وهنبدأ ايه عشان نقلبه ونشوح يا جماعة. ندي الخضار تشويحة قبل ما نضيف عليه الطماطم والحاجات دي، لازم نديها تشويحة كده، يعني 10 دقايق نشوحه. وبعدين معانا مجهزين معانا صلصة طماطم ضربنا في الخلاط على معلقتين صلصة. تمام. خلاص كده بنضيف بقى هنا نص الفلفل الأحمر مع فصين توم، بيدوا تيست حلو قوي. الفصين التوم يا جماعة فصين بس، مش أكتر من كده. وبعد كده خلاص بدأت ايه اضيف هنا معلقتين الصلصة البوريه اللي عندي. وبعد كده كوبايتين طماطم بس، يعني مش محتاج اكتر من كده، على كوبايتين بقى مية شوربة تحركي بيه الدنيا شوية. ودينا غلوة، وبنبدأ كده ايه نضيف عليه اللحمة اللي هي 3/4 سوا، وورق الزبدة معانا على ورقة الفويل، والفرن شغال على درجة حرارة 180. يعني سيبيه كده يستوي، واللحمه تاخد من الصوص بتاع الخضار المشكل التورلي الحلو قوي ده. عايزه تضيفي مع الخضار ده بسله، لا انا ضفت اللي موجود بصراحه عندي بسله، بس انا ما حبيتش اضيف عليه. حلو قوي كده وخلاص. وطلع من الفرن اخد معايا من نص ساعه ل3/4 ساعه كده. وبصوا جميل قوي، والف هنا وشفا، ولايك وشير معايا يا حبايبي، والف هنا وشفا. يلا جربوه.